ناس كتير عايشين في ناشفيل وما يعرفوش ان الحيوان ده حواليهم في كل مكان. ايوه يا عزيزي، زي ما بقول لك كده الغابات اللي حواليك مش خاليه من المفترسات. انا عن نفسي شفت الحيوان ده بعناية. كان في غزاله مضروبه على جنب الطريق وانا راجع متاخر في الليل، شفتهم بياكلوا فيها. مره تانية شفت اثار رجليهم حوالين البيت عندي. السؤال دلوقتي ايه الحيوان ده وايه مدى خطورته؟ انا في الاول لما شفتهم في الليل كنت فاكرهم ذئاب صغير، والموضوع اثار فضولي للبحث، خاصه لما شفت اثار رجليهم حوالين البيت. بعد بحث وتحقيق وتمحيص احب اقول لكم ان الكائن ده مش ذئب. ايوه هو من عائله الكلبيات، ولكنه مش ذئب كامل. بيسموه هنا في امريكا القيود، كيوتي بالانجليزي. وما يغركمش الاسم، هو مش كيوت خالص ولا حاجه. في شويه حاجات مهمين لو انت شفت الحيوان ده او لاحظت او حسيت بوجوده حواليك. لو عندك حيوان اليف دايما خليه مربوط في الرسم بتاعه وانت بتمشيه، عشان تتفادى الصراع بينهم واللي هو مش هينتهي في صالح الحيوان بتاعك. اتاكد ان التريش بتاعك مقفول كويس ومفيش بقايا اكل حواليه. لو شفت الكائن ده مع عياله ما تحاولش تلعب معاه، ما تحاولش تقدم له اكل، واهم حاجه ما تحاولش تجري، لان انت لو جريت هيعتبرك فريسه ويبتدي يهاجم. طب تعمل ايه لو هاجمك؟ حاول تثبت مكانك، حاول تعمل اصوات عاليه كتير بحيث ان هو تخوفه، لان هو بيخاف من الاصوات العاليه، مش متعود عليها. زي ما قلت لكم ده موجود تقريبا في الخمسين ولايه بتوع امريكا. يفترض ان هو خطورته على البشر قليله، اغلب عيشته على الحيوانات الصغيره زي الارانب او اللي هو الحيوانات اللي بتموت في الغابه. ولكن وقت الشتاء مصادر الاكل بتاعته بتقل بسبب الشتاء والتلج، فبتلاقيه بيحاول يدور حوالين بيوت الناس، وعشان كده ممكن تشوفوه في الشتاء اكتر، او بتشوفوا اثار اقدامه حوالين بيوتكم في الشتاء. النصيحة العامة حاولوا ان انتوا يعني تأمنوا نفسكم منه خالص. ولو بيتك على اطراف الغابة ما تطلعش عيالك يلعبوا في الليل متأخر، الا لو انت قاعد وعينيك عليهم. هو ما منوش اذى كبير، ولكن الحرص واجب. اكتبوا لنا في التعليقات كم واحد فيكم شاف الحيوان ده واتعامل معاه واللي ما شافوش كنت تعرف بوجوده ولا ده اول مرة تشوفه. تبقى بالعافية. سلام.